هذا لايت طالب في المرحلة الثانوية وواحد من النوابغ في القراية. كان مرة كيستغل التفوق ديالو وكيحل لصحابو امتحانات مقابل الفلوس. في واحد الصباح تحرك شي برد ماشي عادي، طال صاحبنا في السما بان ليه واحد الكتاب طايح. مشى هزو لقى مكتوب فيه مذكرات الموت. في هاد الوقيته بدات الشتا كطيح، كلشي كيجري لي كلاس، وصاحبنا تابعهم. لقى قدامه واحد سميتو كيني كيتنمر على واحد القراي. بقى غير واقف وكيشوف. هنا جات بنت سميتها مية دفعت كيني وقالت ليه يبعد منه. لايت كانت كتعجبو مية، وشكون هذا اللي ما كتعجبوش مية؟ حيد ما فيها والو. داكشي علاش ملي بغا كيني يضربها دخل لايت وقال ليه يبعد منها. سولو كيني اش غيدير الا ما بعدش؟ قال لي غنمشي نقولها للاداره، ومازال ما كملش الاداره كتسمع في يديك مهق. قالت ليه كيني هرس ليه لافيشور ديال وجهه. صاحبنا بقى كيشوف غير الضبابه والامتحانات اللي كيبيع للدراري تشتو حداه. ملي بدا كيفيق لقى واحد الاستاذه واقفه عليه وشاده في يدها الاختبارات اللي كان كيبيع. خداوه عند المدير، سمعوا الهضره مزيان وعطاه يدوز 2 سيمانات في الحجز. سولو صاحبنا والبلان ديال عينو اللي خمجها ليه كيني. قال لي المدير شمن كيني؟ مية قالت لينا دخلتي في الحيط. ايوا يا حميد هاد المره بقى تاكل لوز. وصاحبنا في الحجز جبد ديك المذكره اللي طاحت من السما باش يشوف شنو فيها. الصفحه الاولى كان مكتوب فيها مجموعه ديال القواعد. القاعده الاولى كتقول بلي اي واحد كتبات سميتو في هاد المذكره غيعقدهم، او بمعنى اخر غيموت. القاعده الثانيه باش يموت الشخص اللي كتبات سميتو خاص الكاتب يكون كيفكر في وجهه وهو كيكتبها. ملي قلب الصفحه الخاويه سمع شي صداع بين الرفوف، ناضي يشوف شنو كاين، صدام بواحد المخلوق كيخلع. صاحبنا برد ليه الماء في ركابي، تحرك واحد البرد طوابل بداو كيتهزو ويطردخو. مشى للباب باش يعلق القام مسدود، عيا ما يغوت ويطلب المساعده، ما سمعو حد. هرب تحت البيرو تجر من فوقو حتى هو، وما حبسات هاد الروينه حتى تلاحوا البقايا ديال واحد التفاحه. بدا كيضرب في وجهو كيحاول يقنع راسو راه غير كيحلم. هنا غوت لي داك الوحش وقال ليه لا هادشي بصح. طلب منه يطلب من الشرجم، طلقه كيني كيتنمر على واحد البنت. قال ليه داك الوحش واش في خبارك تقدر توقف هادشي؟ سولو صاحبنا كيفاش؟ قال ليه ما عليك غير تكتب سميه كيني والطريقه اللي بغيتيه يموت بيها. خدا صاحبنا قلم من عند الوحش، كتب سميه كيني ودار حداه يتقطع عليه راسو. موراها مشى للشرجم وبقى حادي اش غيوقع. واحد المراه جايه بالتقاديه تقطع عليها الساك وطاح كلشي. دري جاي في الجهه الاخرى كيلعب بكره، الكره ضربت في التقاديه وخرجت للطريق. صاحبنا تبعها كيجري وما شافش واحد المراه جايه بالطوموبيل. المراه هربات عليه، خرجت قدام واحد الراجل هاز الادوات ديال الصيانه. داك الراجل اللي هاز الماتيريال بدورو هرب عليها، جابها مع واحد الطوموبيل اخرى وهو يطير ليه السلم وجا في راس كيني طيرو. صاحبنا ملي شاف هادشي تصدم وهو كيحاول يستوعب. قال لي الوحش بالك زايد ولا نايض؟ تكمل هادشي اللي بديتي ولا تخلي على المذكره وتخليني نمشي نقلب على شخص اخر؟ بقى صاحبنا كيشوف فيه وقال لي مهبول هذا. قال لك تخلى. سال النهار، في الليل هو كيتعشى مع باه جبدو الهضره على كيني حيت باه بوليسي وكان مكلف بهاد القضيه. قال لي لايت تمنيت كل هاد الجهد اللي داير في القضايا ديال الناس درتيه في القضيه ديال الوالده. كيفاش واحد داز لك في مراتك قتلها، ضرب خطيبته حتى قربات تموت، وفي الاخير سمحتي لباه خرجو حيت عنده الفلوس وكيعرف الناس. سولو باه شنو بغا يدير. قال لي لايت داك السلاح اللي عندكم لا الصالح الا ما خدمتيش في هاد الشيء. في الاخير هز واحد التفاحه وطلع لبيتو معصب. جلس في البيرو ديالو وجبد المذكره باش يكمل القرايه ديال القواعد. القاعده 24 كتقول بلي كل صفحه من هاد المذكره عندها القدره ديال المذكره كامله. موراها داز القاعده 95 وكان مكتوب فيها بلي اي واحد يقدر يكتب الاسماء ويقتل الناس. صاحبنا قلبوا القواعد وبدا كيقلب بالزربه حتى وصل للصفحه الاخيره، لقى فيها بقعه ديال الدم ومكتوب تحتها رد البال من رايك، راه ماشي حيوان اليف ومستحيل يكون صديق. وهو مازال كيقرا خرج موراه داك الوحش وقال ليه سميتي ريوك ماشي رايك. سولو صاحبنا واش من غير الطريقه ديال الموت يقدر يتحكم حتى في التصرفات ديال الهدف. قال ليه كاينه في القاعده 20 وكتقول بلي تقدر تتحكم في الافعال ديال الضحيه اليومين التاليه قبل ما يموت. اما القاعده 28 فكتقول ضروري طريقه الموت تكون منطقيه، ماشي هو جالس في طواليت وانت تكتب بغيتي ياكلو قرش، ترى امبوسي. سولو لايت كيفاش حتى وصلت عنده المذكره. قال لي مور الموت ديال الشخص اللي كانت عنده، اضطريت نقلب على شخص اخر وانت بنتي لي انسب واحد، ولكن حتى دابا الا ما بغيتيهاش ما عليك غير تحطها في شي بلاصه بعيده وما تقربش ليها لمده 7 ايام. ديك الساعه غنجي ناخذها ونقلب على شخص اخر. سولو لايت شكون كتب داك التحذير ديال ما تثقش في ريوك بان في وجهو بلي تزير ومخبع شي حاجه، ولكن بالزربه بدل الموضوع. صاحبنا ملي فهم الرولز هز المذكره وقصد الغرفه ديال باه، جبد الملف اللي فيه القضيه ديال مو، خرج الصوره والسميه ديال الشخص اللي قتلها وكتبوا في المذكره. الشخص اللي قتل مو غيكون مريح مع صحابه في واحد المطعم، وواحد البنت كدير قله الحياه مع خطيبها ضربت القرعه ديال الملحه. السرباي كان دايز تعكل بها وطاح على المجرم كان شاد في يده موجبها مع عبار. صاحبنا بقى جالس في المكتب ديالو حتى داه النعاس، والصباح فاق على صوت باه كيدق. دخل عنده وكان كيبان فرحان. قال لي اخيرا الشخص اللي قتل امك وما قدرناش ندخلوه للحبس خدا العقاب ديالو ومات موته معذبه. جا وقت المدرسه مشى صاحبنا يقرا
وهو مريح في صالة سبور جات حداه مية طلبات منه السماح حيت داك النهار قالت لهم راه دخل في حيط. المهم صاحبنا سمح ليها بقاو كيديو يجيبوا في الهضره وهي تضرب على المذكره في يده. سولاتو ديال اش هادي قال لها تبعيني. خداها لواحد القاعه وعطاها تقيس المذكره باش تشوف ريوك ولكن ما بان ليها والو حيت الحارس ديال المذكره هو الوحيد اللي يقدر يشوفه. البنت ملي ما بان ليها والو قالت هذا غير حماق وبقات غدا في حالها. صاحبنا حس براسو بحال مفربل قدامها وهو يجرها وقال لها اجي معايا باش نثبت ليك بلي هاد المذكره كتقتل بنادم. جبد البيسي قلب على شي براكاج كيوقعوا الصحافه كيصوروه في ديك الوقيته. موراها شاف السميه والصوره ديال المجرم كتب شي حاجه في المذكره وقال لها تفرجي. خرج المجرم بوحده من الرهائن ما وصل بها قدام الباب تلقاها تمشي في حالها. دار تحيه ديال العسكر حين جات الطوموبيل ديال البوليس كطير وخبطاتو. مية ملي شافت هاد الشيء تصدمات واللي غيزيد يصدمها هي ملي وراها لايت المذكره ولقات كاع الاحداث اللي وقعوا قبل ما يموت الضحيه كاتبهم. البنت عجبها لايت وهاد الشيء اللي كيدير ومن هاد النهار ولاو بجوج كيدوزوا النهار في القرايه والليل في القتل ديال المجرمين ونعيشوا غير راك فاهم. صحابنا كان عاجبهم هاد الشيء وكيحسوا براسهم كيحقوا العداله ملي كيقتلوا المجرمين اللي ما قدروش البوليس يشدوهم. صاحبنا سمى راسو كيرا وبدا كيخلي الضحايا يكتبوا سميتو قبل ما يموتوا. السميه ديال كيرا تشهرات وكاع الناس ولاو كيبغيوه حيت بالنهار بدا يقتل المجرمين انخفضت نسبه الجريمه وبزاف سلموا راسهم للبوليس باش يبقاو عايشين. كلشي كان غادي مزيان حتى جا المحقق دار السميه ديال شي مجرمين خطيرين في سجلات الشرطه ومن بعد مده تقتلوا. هكا يقدر يعرف بلي كيرا اما بوليسي ولا من العائله ديال شي بوليسي حيت كاع المجرمين اللي ماتوا كانوا في سجلات سريه وغير البوليس اللي يقدروا يوصلوا ليهم. صباح وتيرنر ربي الله كيحقق في القضيه ديال كيرا. جا عنده واتري المساعد ديال ال دخلوا للبيرو ديالو شعل البيسي وعطاه يهضر مع ال. قال لي ال بلي بغى يتعاون معاه باش يحلوا هذه القضيه. سولو تيرنر علاش هو بالضبط قال لي حيت انت الوحيد اللي فكرتي بلي اسم كيرا استعملوا المجرم غير باش يحسب لينا راه ياباني. دار ال واحد الندوه صحفيه وخرج كيتحدى فيها كيرا وهو مغطي وجهه وقال لي بلي غادي يشدو حيت مجرد طفل صغير وعنده قوه ما عارفش كيفاش يستعملها. لايت ملي شاف هذا الشيء في الاخبار تعصب ولكن ما يقدر يدير ليه والو حيت ما عارف سميتو ما عنده عليه شي معلومات وحتى وجهه كان مغطيه. ملي سالت الندوه الصحفيه جا تيرنر عند ال سولوش هذا الشيء دار. قال ليه كنت شاك بلي كيرا يقدر يقتل غير الاشخاص اللي كيشوفهم وعارف سمياتهم وحيت تحديته مازال حي فراه كان عندي الحق. في الليل وتيرنر كيتعشى جلس حداه لايت وسولو فين وصل بالقضيه ديال كيرا. جاوبوا بلي عرفوا بزاف ديال الحوايج مهمين. عاود سولو هذاك الشخص اللي طلع الصباح في المؤتمر قال ليه محقق خاص معروف باسم ال حل بزاف ديال الالغاز ولحد الان عمر شي حد شاف وجهه ولا عرف سميتو الحقيقيه من غير المساعد ديالو واتري. النهار الاخر وصاحبنا كيتسركل حس بشي حد تابعو. في نفس الوقت غنشوفو تيرنر كيغوت على ال وكيسولو على صفت شي حد يراقب ولدو. قال لي بلي كيرا كيدخل البيانات ديال البوليس بسهوله داكشي علاش بدينا كنراقبو كاع الضباط وعائلاتهم. ولايت كيتسركل مع مية في مدينه الملاهي لاحظت حتى هي داك الشخص اللي تابعو واقترحت عليه يصفيوها ليه ولكن صاحبنا كان بعقله مثبت رفض الفكره وشرح ليها بلي كيقتلوا غير المجرمين وزايدون الا قتل الشخص اللي تابعو غيزيد الشك ديال البوليس بلي هو كيرا. سمعوهم كيقولوا في اخبار بلي مور التحقيقات المكثفه اللي داروا البوليس على كيرا خاف داكشي علاش نقص من القتل ديال المجرمين مؤخرا. مية ملي سمعت هاد الشيء بان بلي ما عجبهاش الحال ناض جمعت حوايجها. حاول صاحبنا يسولها اش واقع ولكن ما تسوقاتش ليه. انا صاحبنا سخط حيت عرف بلي ما عجبهاش الحال تسمعهم كيقولوا عليه خواف. النهار الاخر يكون الشخص المسؤول على الفرقه اللي مراقب المشكوك فيهم نازل في الدروج حتى غتجيه سكته قلبيه وغيموت في البلاصه. كي وصلت هاد الخبر اتصل بالفرقه باش يعلموا يردوا البال حيت كي عرفهم ولكن كان مشى الحال. تجمعوا كاملين في واحد البلاصه طلعوا للسطح ديال شي عماره وبداو كينقزوا واحد مورا الاخر. 12 عامل فيدرالي انتحروا في نفس الوقت وفي نفس البلاصه. النهار الاخر نشوفوا لايت كاعي في المدرسه وغنعرفوا من الهضره ديالو مع صاحبته باللي ريوك هو اللي كتب سميات العملاء في المذكره. رجع للدار وبدا كيغوت عليه حيت قتل الناس ما داروا والو وحضر بلي لا عاودها المره الجايه يكتب سميتو هو ويتهنى منه. ريوك ما سكتش ليه قال لي حاول تكتب سميتو وشوف شنو غيوقع عليك. اخر واحد حاول يديرها ما فاش دوك جوج حروف الاولين. لايت بان في وجهه بلي خلعاتو هاد الهضره داكشي علاش لبدها وطلع لبيتو بلا ما يقول حتى كلمه. في العشيه جات عنده صاحبته وهما مريحين بدا البد ديال شي اخبار. في ديك الاخبار ضرب لايت على باه كان كيقول بلي ما خايفش من كيرا وشحال ما بقى غيشدو. صاحبته ما عجبتهاش هاد الهضره مشات كطير هزات المذكره بغات تكتب سميتو ولكن بطبيعه الحال لايت وقفها حيت مستحيل يخليها تقتل باه. قالت ليه بلي لا ما قتلوش غيبداو يشكوا فيه وبالفعل داكشي اللي وقع حيت في نفس الوقت غيكون ال كيقول لواتري بلي لايت ولد تيرنر هو كيرا. في الليل ولايت مريح في واحد القهوه وقف عليه قال لي فينا كيرا. صاحبنا ضرب راسو ما فهم والو قال لي كيفاش كيرا. رد عليه بلي متاكد راه هو كيرا
وما بقاش بزاف باش يلقى دليل اللي يخليه يلوحو في الحبس. قال لي لايت يمكن راك تالف. موراها جمع الوقفه وتحرك. الحاجه المزيانه بالنسبه للايت هي شاف وجه ال وبقى لي يعرف غير سميتو باش يتهنى منه. رجع للدار، جات عنده خطيبته، جبد الباسي ديالو وبدا كيبحث وكيحاول يعرف شكون هو هاد ال. في الاخير طاحت عليه واحد الفكره، خرج المذكره وكتب فيها بلي واتري المساعد ديال ال غيتصل بالنمره ديالو وغيعطيه الاسم ديال ال. موراها بيومين غيموت، ولكن الصدمه هي حتى هو ما كانش عارف السميه ديال ال، حيت هو غير رباه ودربو باش يكون محقق واعر، والسميه ديالو كاينه غير في السجلات. امرو لايت يمشي للسجلات ويجيبها ليه. صباغ غنشوف واتري هاد الشنطه ديالو وغادي للبلاصه اللي فيها السجلات باش يجبد السميه ديال ال. وفي نفس الوقت حتى لايت ومية خرجوا من الدار بكري وكيبان بلي ناويين على شي حاجه. ال ملي مشى للغرفه ديال واتري وما لقاش، عرف القضيه فيها ان. في الليل يكون لايت ومية جالسين مع تيرنر حتى يدخل عليهم ال. قال مية تمشي لشي بلاصه حيت باغي يدوي معاهم، غير هي تحركات وال بدا كيتهم لايت راه هو كيرا وكيهدو بلي غيصفيها ليه الا وقعت شي حاجه لواتري. تيرنر عيا ما يصبر، في الاخير سخطوه الاتهامات ديال ال لولدو وناض شنق عليه. في هاد الوقيته دخلت فرقه ديال البوليس وبداو كيفتشوا الدار، ما لقاو حتى شي حاجه، ولكن زرعوا كاميرات وكثروا المراقبه على لايت. وصل واتري للبلاصه اللي فيها السجلات، دخل من واحد الفتحه سريه وبدا يقلب. في الاخر ديال النهار ال شك باللي واتري ممكن يكون في ديك البلاصه وصيفط شي وحدين يقلبوا. في الليل غنشوفوا لايت وصاحبته في واحد الحفله، غفل هذوك اللي مراقبينه، عطى لواحد الطربوش ديالو وخلاه مع صاحبته وصلت من تما. داز على الخزنه ديال مياه المذكره، قصد الفيستيار واتصل بواتري سول واش لقى السميه. قال لي انا مازال كنقلب. فتح لايت المذكره باش يحرق الورقه اللي مكتوب فيها سميت واتري ويعتقوا من الموت، لقى مية غبراتها. في هاد اللحظه دخلوا دوك الجوج اللي صيفط ال مورا واتري وبداو كيتيريو فيه. لايت مور هاد الشيء عرف بلي مية هي اللي قتلت دوك 12 عامل. رجع للحفله سولها كيفاش دارت هاد الشيء، قالت لي درتو غير باش نحميك. كانت هزات ورقه من المذكره، غفلات واحد من العملاء اللي مراقبينه، غيبات وخدات سميتو، كتباتها في المذكره وكتبات حداها بلا يكتب سميتو وسميه اللي معاه قبل ما يموت. داك الشيء اللي وقع ملي فاق المحقق كتب سميه كاع العملاء اللي معاه في ليكيب، زادت حداها 100 انتحار من فوق ما بنا. داك الشيء علاش كنا شفناهم كاملين نقزوا من نفس البلاصه. قال صاحبنا المية بلي مور هاد الشيء اللي دارت عمرو يخليها تقرب للمذكره مره اخرى. بقات كتضحك وقالت لي بحال ما رضيتيش البر سميتك مكتوبه فيها. صاحبنا ملي عرفها كتبت سميتو تصدم، قالت لي مع 12 ديال الليل غتموت بسكته قلبيه، الا عطيتيني الملكيه ديال المذكره ديك الساعه غنحرق الصفحه اللي كتبتي فيها سميتك وغتبقى عايش. صاحبنا ملي عرف مية تقلبات عليه، شدها بجريه للغرفه ديال الانفورماتيك، دخل البيسي، جبد الاسماء ديال شي مجرمين وبدا كيكتب. في نفس الوقت ال وصلوا خبر موت واتري. ال كان عزيز عليه واتري بزاف حيت هو اللي رباه، داكشي علاش ملي سمع راه مات في عيله تفروح. هز سلاح ركب في الطوموبيل ديال البوليس وعفاط. تيرنر ملي سمع الخبر حتى هو عطى الاوامر باش يحرسوا ولده ويشدوا ال. وصلت فرقه ديال البوليس باش تشد لايت وتحاول تحميه من ال. لايت سال الكتاب في المذكره ودار مع صاحبته باش يتلاقاو في واحد القنت، ولايت خارج من المبنى اللي فيه الحفله جابها عبار مع ال. سمح ال في الطوموبيل وتبعوه على رجليه. بقى لايت هارب، ال موراه، دخلوا لواحد الريستو رونوه. في الاخير قدر ال يحاصر لايت. يلاه بدا كيشرح ليه البلان ديال المذكره. خرج واحد من الريستو يشوف شو واقع، قال لي ال ما تحركش حيت هذا كيرا وانا جيت باش نشدو. داك الساد كيسمع باللي باغي يدخل كيرا للحبس، هز عصا وعطى لمو للراس نعسو، حيت بالنسبه ليهم كيرا ولا هو المنقذ ديالهم. ملي غيب ال هز لايت السلاح، شكر داك الساط وعلق من تما. وصل عند صاحبته لمدينه الملاهي، جرها للدولاب، نيش داك الساط اللي مقابل وامره يطلعهم. ملي وصلوا الفوق بدا صاحبنا كيحاول يقنعها تخلى على المذكره ويكملوا حياتهم بجوج. قالت ليه صافي انا معاك، ولكن مع دور وجهه باش يشوف باه والبويس لتحت خطفاتها ليه. هنا بان في وجه صاحبنا بلي خايف عليها، سولات ياك ما يكون كتب سميتها. قال لها درت بلي الا خديتي المذكره غتموتي. البنت تعصبات وبدات كتغوت عليه. يا هاد المراه راه انت اللي بديتي هاد الشيء وانت اللي كتبتي سميتو الاولى. وهما مازال كيناقشوا هاد الشيء، تهرسات الساريه ديال الدولاب وطاحت بيهم. صاحبنا تعلق وشد مية، ولكن مع بنتي المذكره طايحه تلقات منه وطارت عليها. حكماتها غير من واحد الورقه تقطعت، ما قدراتش تشدها وطاحت غير على الخاوي. صاحبنا حتى هو يدو عيات، طلق من الدولاب وتبعها. البنت طاحت في الارض وماتت، وصاحبنا طاح وسط النار هو والمذكره. اما الورقه اللي تقطعات طاحت في واحد البرميل شعله فيه العافيه. طلع عليها ال قبل ما تحرق، لقى مكتوب فيها لايت تيرنر غيموت بسكته قلبيه في 12 الليل، ولكن بطبيعه الحال ما يوقع ليه والو، حيت ملي كتحرق ورقه من المذكره كيتبطل المفعول ديالها. في نفس الوقت غنشوف واحد الصاد هز المذكره من جنب النار وتحرك. قدروا البوليس يخرجوا لايت من النهر. لايت قدر يتعتق ولكن مازال في غيبوبه، وفي هذا الاثناء وقعوا بزاف ديال الجرائم بالطريقه ديال كيرا. داكشي علاش واخا عيا ال ما يحاول يقنع البوليس راه لايت هو كيرا ما قدرش، وحضروا بلي مور ديك الروينه اللي دار الا رجع هنا مره اخرى غيدخل الحبس. ولايت ناعس في السبيطار، دخل داك الساط اللي لقى المذكره حدا النهر. ملي فاق لايت ولقاه فوق وخبعها مور الوساده. دخل بوه باش يشوفو، سولو كيبقى وقال
كاين حتى هو كيرا. حاول صاحبنا ينكر عليه وهو يجبد طرف من الجورنال كيبان فيه الشخص اللي قتل امه واللي كان اول ضحيه ديال كيرا. قال لي لقيت هذه في بيتك. هنا صافي صاحبنا عرف الحقيقه وبدا كيعاود ليه كيفاش دار ليها. ملي دخل الغرفه ديال لانفورماتيك في الوقيته اللي كانت فيها الحفله قلب على واحد الطبيب سميتو نورمان. هاد نورمان كان كيتكرفس على المريضات ديالو، يعني مجرم. كتب صاحبنا في المذكره باللي نورمان غيكون واقف حدا النهر ملي يطيح الدولاب وتموت 100. اول حاجه غيدير هي يخرج الولد اللي غيطيح في النهر، يدير ليه الاسعافات ويدق ليه شوكه تخليه مغيب يومين. ملي سالي هادشي انتحر من فوق السبيطار. ثاني شخص دخلوا معاه في هاد المعمعه هو اورن بيل. فاكتور شاد التقاعد وفين ما بانت ليه شي جريده كيلعبوا فيها الدراري الصغار المهم انت عارف وانا عارف بلي عارفني عارفك عرفتيني اش كنقصد. باختصار حتى هو مجرم. كتب في المذكره بلي غيجبدها من النهر، غيدوز ديك اليومين اللي غيب فيها لايك كيكتب الاسماء ديال المجرمين، والنهار اللي غيفيق فيه غيجي يحطها ليه ويمشي ينتحر. اما بالنسبه لمية كتب سميتها في المذكره وكتب حداها غتموت الا خدات المذكره لصاحبها. زاد حتى السميه ديال مية باللي وهي طايحه غتجبد الصفحه اللي فيها سميه لايت وغيديها البرد لشي بلاصه فيها العافيه. اما مية غطيح في الارض وغتفرشخ. هكا يقدر صاحبنا يقلبها ليه على ظهرها والمحاولات تقتلو. هادشي بطبيعه الحال من وحي الخيال، ولكن قولي نفت عليك اش غدير بهاد المذكره الا كانت عندك. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الا عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هذه انستغرام ديالي. كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.